تخيل معايا لما مكة كلها واقفة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيقولوا عليه كذاب وساحر ومجنون، والناس بقى أكتريتها ماشية مع الكلام. فجأة الكلام بيوصل لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما يسألش إمتى أو إزاي ده حصل، ما قالش غير جملة واحدة بس: فإن كان قال فقد صدق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود، ولو أنت جديد على القناة دي فإحنا بناخد منها عبر وبنفصل فيها شوية مع ربنا من زحمة اليوم، فلو حابب تفصل معانا أنت كمان اشترك في القناة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كانش بني آدم عادي في مكة، واسمه الحقيقي كان عبد الله بن قحافة من قبيلة قريش. كان تاجر شاطر وغني جدا، كان معروف بالأمانة ومحبوب بين الناس. العجيب بقى إن سيدنا أبو بكر الصديق رغم إنه كان عايش في مجتمع كله خمر وأصنام، عمره ما سجد لصنم ولا شرب الخمر، وكأن ربنا سبحانه وتعالى كان بيحضره لحاجة كبيرة جدا. وكان صديق قريب جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. كان معروف عنه ان هو سخي جدا وكريم، ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم كان دايما سيدنا ابو بكر الصديق بيصدق على كلامه وبيصدقه فورا. وفي لحظة فاصلة الرسول صلى الله عليه وسلم قعد معاه وقال له: يا ابا بكر، انا رسول الله. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ما طلبش دليل، ما قالش طب اديني فرصه افكر، قال له فورا صدقت. طبعا الايمان ده جاي من الثقه في الرسول عليه الصلاه والسلام، صدقه فورا من غير ما يتردد، وبدا يدعو الناس اللي بيثقوا فيه للاسلام. مش اي حد، كانوا ناس تقيله جدا في المجتمع، زي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان تاجر غني ومحترم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف من اذكى تجار مكه، والزبير بن العوام كان شجاع جدا، وسعد بن ابي وقاص كان شاب قوي ومؤثر، وطلحه بن عبيد الله. تخيل ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان سبب في ان الناس دي تخش الاسلام. يعني ابو بكر مش امن بس، ده كان سبب في قيام امه. انا عايز اسالك سؤال صعب شويه: لو اتطلب منك فلوسك كلها تطلع لوجه الله، هتطلعها كلها ولا هتقول لا ده رزقي وانا محتاجه؟ سيدنا ابو بكر ما قالش كلام ساعتها، ده عمل اللي ما يتعملش. كان بيشوف العبيد اللي بيتعذبوا وبيشتريهم وبيعتقهم لوجه الله في نفس الوقت. واشهرهم كان سيدنا بلال رضي الله عنه. هو كان ممكن يقول ماليش دعوه، بس الايمان عنده كان قوي جدا. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم قرر يهاجر، اختار سيدنا ابو بكر اللي يكون معاه. لما كانوا ماشيين مع بعض في الطريق، سيدنا ابو بكر كان بيمشي جنبه على اليمين شويه، وجنبه على الشمال شويه، ووراه شويه، وقدامه شويه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول له: ليه يا ابو بكر؟ رد عليه وقال له: من خوفي عليك يا رسول الله. كان بيعمل كده من خوفه على الرسول عليه الصلاه والسلام. لما دخلوا الغار مع بعض بيقول له: يا رسول الله، ده لو حد بص تحت رجليه هيشوفنا. الرسول عليه الصلاه والسلام رد عليه وقال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ما كانش خايف على نفسه، كان خايف على الرسول عليه الصلاه والسلام. بس هنا الايمان كان واصل لقمته. يوم وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه انهاروا والدنيا اتقلبت. سيدنا عمر ما كانش مصدق وقال: اللي هسمعه بيقول ان الرسول مات هقتله. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه دخل له وقبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وطلع للناس وقال خطبه من اعظم الخطب في التاريخ: من كان يعبد محمدا فمحمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. وبعدين قال قول الله تعالى: وما محمدا الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. الكلام ده رجع الناس لعقلها في وقت فتنه كبيره جدا. وبعدين سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تولى الخلافه في وقت الدنيا فيه كانت مولعه، قبائل ارتدت وقبائل تاني رفضت تدفع الزكاه، وفي الوقت ده رفض جدا، وقف قدام الكل علشان الدين ما يقعش. وفي العهد بتاعه جمع القران، كان مثال للحزم من غير قسوه، والرحمه من غير ضعف، والثبات وقت الازمات. ولما مرض جامد وحس ان هو خلاص اجله بيقرب، اختار سيدنا عمر علشان يكمل الطريق، وتوفى سنه 13 هجريا واتدفن جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. عاش صادق ومات صادق، وساب لنا معنى الايمان الحقيقي. علمنا حاجات كتير قوي، اولها الثبات على الحق، ان مهما الدنيا ضغطت علينا لازم نتمسك بالحق والدين. وتاني حاجه التضحيه في سبيل الله، ان انت لما يكون عندك حاجه غاليه ما تترددش تساعد بيها حد علشان خاطر ترضي ربنا. وعلمنا الصداقه والوفاء، انك تكون صديق وافي ومخلص للي يستحق. وعلمنا الشجاعه والقياده، انك ما تهربش من المسؤوليه وتقف قدامها وتواجهها. فانا هنا مش حكايات وخلاص، دي وقفات بنفهم بيها نفسنا وبنقرب بيها من ربنا. ولسه هكمل فيديوهات عن العشر المبشرين بالجنه، ولسه اللي جاي كتير باذن الله. لو حابب تكون معانا اشترك في القناه، وما تنساش تفعل الجرس علشان مفيش حاجه تفوتك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.